قسم تصميم الأساس والإنشاءات المعدنية. أولا هنبدأ بالطلبة. احنا عندنا 3 مجالات أساسية، وهما الحديد المعماري بكل أنواعه، أبواب، شبابيك بكل الطرز. الطالب بيدرس في ال4 سنوات التخصص كل الطرز الموجودة عشان يقدر يلائم الحديد أو شغل الحديد المعماري في العمارة، سواء فيلا أو مبنى، يقدر يعرف إيه هو الطراز المناسب ليه. الحديد المعماري أحد أقدم التخصصات الموجودة في كلية الفنون التطبيقية، وهي فوق 180 سنة، وكان أحد الأقسام المؤسسة لكلية الفنون التطبيقية. المجال الثاني هو الأساس المعدني بكل أنواعه، سواء منزلي أو طبي أو تأسيس لحاجات خاصة. المجال الثالث هو مجال الإنشاءات المعدنية. احنا بنقول عليها منشآت معدنية خفيفة، كل ما يتعلق بالمنشأ، سواء كرفان أو سلالم أو كباري مشاة أو في واجهات معمارية. ده المجال الثالث. الطالب بيدرس في 4 سنوات التخصص مواد مساعدة لهذا التصميم، لأن احنا في منتجنا كفنون تطبيقية عموما هو مصمم. بيبقى فيه مواد تكنولوجية عشان يعرفوا ازاي الورقة اما بتجيله ويرسم تصميم ازاي يقدر ينفذه، ويبقى يعمل التسلسل التشغيلي بتاعه، ويبقى على دراية كاملة بكيفية انتاجه. وفي مواد خامات، تعرف على انواع الخامات المستخدمة. احنا أساس معدني وإنشاءات معدنية وحديد، بيبقى المجال الأساسي لينا هو الحديد بكل أنواعه، سواء قطاعات مفرغة اللي احنا بنقول عليها المواسير، أو قطاعات مصمطة اللي هي القطاعات الإنشائية والحديد المصمت، أو المواسير المفرغة بكل أنواعها. القسم راعى في المواد الدراسية إنها تلم جميع ما يتعرض عليه الطالب، وفي مواد مساندة لهذا التخصصات اللي هي الأرجونوميك، هندسة العوامل البشرية، كل ما يتعلق بالتصميم، بحيث ان يكون خريجنا قادر ان هو ملم بكل العلوم المساندة للتصميم. الطالب في خلال ال4 سنوات بيبدأ في مواد التدريب أولى وثانية وثالثة، أو في مواد التكنولوجيا، تكنولوجيا الإنتاج، بيتعرف على تكنولوجيا الإنتاج دي مستويين في أولى وفي ثالثة. بيتواكب مواد التصميم مع مواد التكنولوجيا، إن هو في السنة الأولى بيدرس مواد أو عمليات التشغيل، وبيواكبها بمنتج تطبيقي يراعى فيه عمليات التشغيل الحديثة. سنة ثالثة الجزء الثاني أو البارت الثاني لتكنولوجيا الإنتاج بيدرس فيه عمليات التشكيل. التشكيل يبقى بيشكل سواء صاج أو مواسير أو اللي هو العلب أو قطاعات، وبيواكبها في التدريب. بيبدأ ينفذ المنتجات على حسب العمليات الإنتاجية اللي هو بيحددها. يبقى كده الطالب عندنا بيبقى ملم بالخامة، ملم بالتكنولوجيا اللي بتنتج هذه الخامات، ملم بالتسلسل التشغيلي، ملم بكل الجوانب زي ما قلنا اللي هي مساندة للتصميم. المشروع التخرج بينقسم إلى قسمين. في الترم الأولاني بيبقى دراسات تصميمية
المجال اللي الطالب بيختاره، والترم الثاني بيبدا ينفذ. احنا السنه دي في 3 مجالات اساسيه. المجال الاولاني اللي هو البروجولات والاعمال الحديديه، زي ما هي موجوده في الكافيتيريا بتاعت الكليه، بنراعي فيها ان احنا نجمل كليتنا، بنجمل جامعتنا بلمسه جماليه لطالب الفنون التطبيقيه، فبيبدا يعرف ان هو المشروع بتاعه بيبقى ازاي يستغل وازاي المساحه، وبيدرس المساحه بتاعته ويدي تصميم مناسب للمكان. الجانب الاخر راعينا فيه ثقافه بلدنا، حضاره بلدنا، عشان الطالب في فنون تطبيقيه زي ما بنعلمه ازاي يدرس التصميم، بنعلمه ازاي يبقى متواصل مع بيئته المصريه حضارتها العظيمه. فعملوا كرفان للحضارات المتنقله، بحيث ان احنا مساهمه من كليه الفنون التطبيقيه وقسم التصميم الاساسي للرشاهات المعدنيه. وزاره التربيه والتعليم لو عملت برامج جوه بيبقى على نظام فيديوهات لتتوجه للطلبه، اماكن عامه يعرفوا الشباب بالذات حضاره بلادهم، حضاره العظيمه لهذا البلد العظيم. المجال الثالث اللي هو الاجهزه الطبيه. طالب الفنون التطبيقيه احنا بنعلمه ازاي يبقى كيب تاتش او على صله وطيده بمشاكل بلده، بيقدم لها حلول مبتكره تواكب التطور اللي احنا شايفينه في سواء في العاصمه الاداريه الحديثه الجديده، سواء كذا في كل المجالات اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح المجال لآفاق جديده، عاوز مصر تبقى احسن. الطالب بتاعنا بيواكب الاجهزه ديت، عامل جهاز للغسيل الكلوي. الطالب بتاعنا رغم ان هو فنون تطبيقيه درس كويس قوي ايه هي احتياجات هذا الكرسي، عمل له فاكشنز جديده توائم عمليه الغسيل، سواء من ضغط بيبقى واطي، سواء تعرضه للدوخه، سواء كذا، بحيث ان هو يبقى ملم. الطلبه راحت عملت مسح لكليات الطب وللمستشفيات عشان تشوف وحدات الغسيل الكلوي المريض بيتعرض لايه، وبدا يعمل له حلول تصميميه ونفذها. الجهاز الثاني وهو المساج. احنا عارفين طبعا نتيجه الضغط الشغل، سواء لناس بتشتغل في مكتب او سواء كذا، عملنا مساج من اول صباع الرجل لغايه الرقبه في كل جزء للجسم. عملنا ما اخفناش طبعا جانب كبير من اهالينا اللي بيبقى عنده مشكله سواء شلل رباعي، عملنا له كرسي خاص بيه ازاي يقدر يتعالج عليه وازاي يقدر يتحرك بيه. والشلل عنده شلل في ايده وعنده شلل في رجله، الكرسي بيتحرك بحيث ان هو يبقى على صله بالبيئه بتاعته، يقدر يتحرك في بيته، يقدر يتحرك في فيلته، يقدر يروح اي مكان، اي مناسبه هو بيحضرها بيقف وبيتحرك. عشان عرفنا ان الحاله النفسيه للمريض بالذات اللي بيبقى عنده شلل سواء في ايده او في رجليه بتبقى مشكله ان هو التواصل مع المناسبات اللي بتبقى موجوده. الاخر حاجه السرير السينما. احنا طبعا قلنا ان سرير بننقل السينمات للبيوت او الفيلات او الاماكن، بحيث ان الاسره تقعد في شاشات سينما بتتعرض، ستاير بتنزل، بحيث ان هو يبقى متكامل. احنا قسم التصميم الداخلي عندنا الطالب بيدرس سنه اعدادي في كليه وبيدرس عندنا 4 سنوات.
بنأهل الطالب ان هو يتخصص في مجال التصميم الداخلي ومجال تصميم الأثاث. بيدرس على مدار ال4 سنين مواد كتيرة عشان يتأسس فيها. بياخد مثلا في سنة أولى تصميم داخلي سكني، ازاي يعمل تصميم داخلي لمنشآت سكنية، شقق في الترم الأول، في فيلل، أي منشأ سكني. بيدرس بشكل مانيوال، يعني بيشتغل بإيده بالمسطرة تي والأدوات الهندسية في أولى وثانية. بعد كده في سنة تانية يدرس محلات تجارية، بيعرف ازاي يعمل تصميم داخلي المحلات التجارية أو بعد كده أي مول تجاري. بيدرس في سنة ثالثة المنشآت الإدارية، فبيقدر ان هو يدرس ازاي يعمل بنوك، شركات، أي شركة، أي مجال إداري، ازاي يعمل الإدارة العليا الخاصة بالشركة دي، أو ازاي يعمل التعامل مع الجمهور. بيدرس أساسيات التصميم الداخلي ليها. بيدرس في سنة رابعة المنشآت السياحية، بيبدأ يدرس فندق، قرية سياحية، بيدرس أي منشأ سياحي، وبيدرسه بشكل ندخل بيه البيئة المصرية أو الهوية المصرية. بيدرس على مدار السنين مواد بقى مكملة لمواد المشروع الأساسي. بيدرس مواد الكمبيوتر من أول سنة أولى، بيدرس يرسم إزاي يشتغل رسم هندسي على الأوتوكاد. في سنة تانية بيشتغل برامج كمبيوتر 3D ماكس أو ريفت أو برامج للإظهار المعماري. بنحاول نخليه ياخد أقصى حاجات جديدة في التقنيات في سوق العمل، بحيث ان هو يتدرب على انه يشتغل مع سوق العمل. بياخد مواد تدريب، بياخد مواد تدريب في سنه اولى في اثناء العام الدراسي، تدريب تصميم داخلي او تدريب اساس. ففي تدريب التصميم الداخلي بياخد ازاي يعمل مثلا تشطيب لشقه او المكان السكني كامل. بيدرس ده سواء بيروح موقع، بيروح مثلا شركات. بنحاول في الاجازات الصيفيه نوديهم شركات مثلا للتدريب تدربهم. بنحاول ان احنا نعمل لهم معارض، بنعمل معارض للشغل الطلبي اثناء العام الدراسي كله. بنجمع شغل السنه كلها في نهايه العام الدراسي في معرض الكليه، في المعرض الخاص بالكليه هنا بنعمل لهم معرض لشغلهم. بتيجي شركات، بتيجي ناس من المصانع، بنعمل تواصل مع غرفه صناعه الاخشاب، مع شركات خاصه بالاساس او تصنيع الاساس. بيبداوا الطلبه في اثناء الاجازات الصيفيه يتدربوا في المصانع دي، والشركات بتختار افضل نماذج وافضل شغل وتبدا تاخدهم سواء تدريب في اثناء الاجازه او يشتغلوا بعد كده. في طلبه كمان بتشتغل وهي لسه طلبه، بينزلوا سواء مكاتب هندسيه او مكاتب استشاريه او اي مجال خاص بالديكور او التصميم الداخلي او الاساس. بنهتم ان الطالب يدرس كمان البيئه، يعني ازاي يراعي البيئه الداخليه، ازاي يراعي ان التصميم الداخلي يكون مناسب للبيئه، ازاي يحافظ على البيئه، ما يستخدمش خامات او ماتيريال في التشطيب الداخلي يكون ضر بالبيئه او ضر بصحه الانسان اللي هيعيش في المكان ده. يستخدم خامات كلها طبيعيه، تكون خامات صديقه للبيئه، ونستبعد اي خامات صناعيه ممكن تسبب اي اضرار للانسان. بيدرس الهويه الثقافيه المصريه، ازاي يدرس الفن المصري القديم في سنه اولى، ويدرس الاسلامي في ثانيه، ويدرس بقى الفنون الحديثه والطرز المعماريه الحديثه في ثالثه ورابعه، وازاي ياخد من الهويه المصريه ويدخل ده في تصميماته، بحيث انه يعمل تصميم يحمل الهويه او الطابع المصري سواء المصري القديم او الاسلامي، او يخرج بقى على جميع مناطق مصر، ياخد حاجات من النوبه، تصميم نوبي، ياخد تصميم شعبي، ياخد تصميم لسينا، ياخد تصميم للاسكندريه، مناسب لكل بيئه معينه. يعني ياخد المشروع بتاعه اذا كان في بيئه معينه لازم يدرس البيئه دي وياخد تصميم مناسب ليها، او يستوحي من عناصر البيئه التصميمات بتاعته وتكون تحمل هويه مصريه. ويخرج مشروعه بيوصل ثالثه ورابعه باحدث التقنيات بالبرامج الحديثه، بحيث ان هو يكون مواكب لسوق العمل، وبحيث فعلا ان الخريج بتاعنا يعني الحمد لله منهم كتير بيشتغلوا وهم طلبه، او اول ما بيخلصوا بيروحوا سواء يقدموا في شركات او بيجي هنا ملتقى التوظيف. بنعمل ملتقى بنجيب ناس من الشركات الخاصه بالتصميم الداخلي او تصميم الاساس، وبتشوف مشاريع الطلبه وبتشوف شغل الطلبه. بيعبر عن مشروعه الاول بماكيتات زي الحاجات اللي قدامنا دي، ماكيتات 1/20. ده مشروع تخرج لطلبه علوم تصميم الاساس العام الحالي. كان المشروع السنه دي ان هم بيستلهموا من القصص المصريه اللي هي ذات التراث المصري الحقيقي. يعني مثلا في مشروع واخد مثلا من قصه حديث الصباح والمساء مثلا، اتحول
ازاي استوحي منها فكره بارتيشن او كرسي. في كرسي من ادهم الشرقاوي، من قصه روايه ادهم الشرقاوي. في قصه حورس وإيزيس وأوزوريس اتعمل منها بارتيشن. فكل طالب خد قصه او خد روايه لاحد الفنانين في مصر وبدا يترجم لعناصر ويطلع منها عناصر يعمل منها التصميم بتاعه. في حاجات واخده من الفن الاسلامي، واخده تصميمات من الفن الاسلامي، في واخد من الفن المصري القديم. فكل طالب كان بيختار قصه او روايه ويبدا يحلل عناصرها ويستوحي منها قصه المشروع بتاعه او يحولها لقطعه اساس، سواء بارتيشن او كرسي او كنبه او ترابيزه او منضده، ويبدا ينفذها الاول ماكيت 1:20 وبعد كده بينفذها 1:1 بالحجم الطبيعي. بتعمل لها معرض هنا في الكليه، وبعد كده طبعا بيحتفظوا بمشاريعهم لان ده مشروع تخرج الخاص بيهم، لكن بتيجي شركات وبتيجي مصانع بتشوف انتاج الطلبه، لانه بيبقى تصميم الطالب وتنفيذه مش بننقل حاجه جايه من الخارج او حاجه بعيده عن بيئتنا، بيبقى تصميم مستوحى من البيئه المصريه. ففي مصانع، في شركات كتير بتتفق مع الطلبه وبتاخدهم يشتغلوا عندهم، وبيبقى عندهم فكره انه ازاي يحط الفكره، ازاي يحط الكونسبت او الفكره الخاصه بالمشروع، وانه يحل مشكله. يعني احنا بنعلمه سواء في مواد مكمله زي ماده البحوث التصميم، ازاي يشوف مشكله في الفراغ الداخلي، في الحيز الداخلي، في المجتمع، في البيئه، ازاي يشوف المشكله وازاي يدور على حلول للمشكله دي. احنا بنحاول بالتصميم انه يحل مشكله، سواء مثلا الفراغ الصغير ازاي يعمل له اساس متعدد الاغراض. لو بنعمل شقه سكنيه صغيره مثلا 60 متر 50 متر، ازاي احط الاساس اللي فيها متعدد الاغراض، يبقى بيعمل اكتر من حاجه حسب الوظيفه بتاعته. لو بياخد فراغ كبير زي فيلا دورين، يبقى ازاي يعمل اساس مناسب للمساحه الكبيره. يبقى هو بيشوف ايه المشكله ويبدا يدور على حلول للمشكله دي من خلال التصميم. وهكذا بقى بيبدا يشوف بقى دراسه البيئه، دراسه ضبط جوده البيئه الداخليه، يعني كان يعمل مثلا ازاي يعمل تهويه طبيعيه في المكان، ازاي يدرس اتجاه الشمال واتجاه الرياح المحببه، الرياح الطبيعيه الجميله، ويبدا ان هو يشوف ازاي يستفيد بالتهويه الطبيعيه في المكان بتاعه او في التصميم الداخلي بتاعه. ازاي يستفيد بانه يقلل من التهويه الصناعيه او التكييف او استخدام التكييفات او الحاجات الصناعيه علشان نقلل استهلاك الطاقه. ازاي مثلا في افكاره يعمل لو اول دور، لو اساس اول دور مثلا، ازاي يعمل مظله وتكون من فوق فيها خلايا شمسيه، يبقى الطالب يحط على المظله من فوق خلايا طاقه شمسيه تحول طاقه الشمس لكهرباء، بحيث يستخدمها في كهرباء للمكان من الداخل، بحيث انه لو في مكان تحت المظله دي عايز يستخدم لابتوب يقعد يشتغل، عايز يستخدم يشحن موبايل، يبقى بيستخدم طاقه طبيعيه زي الطاقه الشمسيه وملهاش اي اثار ضاره على البيئه. فبنحاول دايما نعلم الطالب ازاي يستفيد من البيئه المصريه، وازاي انه يستخدم خامات صديقه للبيئه ويبعد خالص عن خامات الضاره، يعرف ايه هي ويبعد عنها، وازاي يستخدم طاقه جديده، طاقه متجدده اثناء شغله في تصميماته، بحيث ان هو يقدر يوظفها بعد كده. وبنحاول ان احنا بكل يعني المواد كلها، سواء ماده المشروع الاساسيه او المواد المكمله، سواء المواد التاريخيه او المواد الخامات، تكنولوجيا التدريب، كل المواد المكمله تكون بتصب في ان الطالب يعرف ازاي لما يصمم ما يرسم خط يبقى عارف ده بيتنفذ ازاي، ده هيتنفذ بايه، خامته ايه، ازاي يكون عنده اقل هادر في الخامات لما يجي يعمل ارضيه مثلا من الرخام او السيراميك، ازاي يعمل التصميم بحيث يكون شكله جميل وشكله جيد، لكن يقلل من الهادر، ما يعملش هادر كتير في الخامات وهو بيشتغل. فبنحاول ان احنا نخلي كل المواد مدعمه لماده المشروع او ماده التصميم، الماده الرئيسيه، وانه يكون مطلع على كل الخبرات اللي موجوده سواء مثلا في السوق المحلي او السوق العالمي. وكتير من الطلبه بتحاول تتواصل مثلا مع شركات بره مصر، مع جامعات بره، في ناس بتعمل ابحاث، في ناس بتيجي تكمل دراسات عليا وبرضه بتتخصص في نقطه صغيره من المجال اللي درسوه، بداوا يعملوا فيها دراسات، بحيث انه يبقى دايما الطالب عارف كل ما هو جديد في مجال التصميم الداخلي والاساس.
كليه الفنون تطبيقيه جامعه حلوان تعتبر عندنا الكليه الام لكل كليات الفنون اللي في مصر. ما شاء الله في الفتره الاخيره فتحت كليات كتير فنون تطبيقيه سواء في الجامعات الاهليه او الجامعات الخاصه، بس ستيل برضو عندنا احنا الكليه الام اللي هي بتصدر لكل الجامعات الاخرى الدكاتره اللي بيدرسوا للطلبه هناك، ودي حاجه شرف طبعا لينا كبير جدا. الحمد لله في الفتره الاخيره الكليه عليها اقبال كتير جدا من الطلبه، وده الحمد لله عشان الخريج اللي احنا بنقدمه ليه سمعه جيده بفضل الله تعالى، واحنا بنحاول جاهدين نتبع التطورات الحديثه والتقنيات الجديده في التعليم واساليب التعليم عشان نخرج طالب قادر ان هو يقتحم سوق العمل وان هو ينافس بقدره قويه جدا يعني في السوق كله. احنا عندنا قسم التصميم الداخلي والاساس المين ستريم، ده احنا بندرس فيه كل ما يخص التصميم الداخلي وعلوم التصميم الداخلي والتشطيبات الداخليه، سواء سكني او اداري او محلات تجاريه او فنادق او مستشفيات او اماكن عامه. كل ده بيأهل الخريج ان هو يصمم هذا المكان ليكون يعني على قدر كبير من الموافقه للمستخدم. وده طبعا بينزل في السوق المحلي عندنا بينافس الشركات العالميه كتير جدا. بيجي لنا تصميمات من الخارج احنا ننفذها، احنا بقى هنا عايزين تبقى تصميمات من عندنا، تنفيذ من عندنا، عشان نبين قدره الطالب المصري على انه يقتحم سوق العمل. فبنأهل الطالب على كل ده بالمواد بتاعتنا، بنبتدي نتدرج بيه بالمواد الدراسيه بتاعتنا من اول يعني المواد البسيطه اللي بتدرس له اساليب التصميم، وبعد كده يبتدي الابتكار والابداع يظهر على الطالب في هيئه المشاريع اللي زي ما حضراتكم شايفينها. النتاج بتاعها بيبقى على هيئه ماكيتات او على هيئه منتجات بتتعمل بسكيل 1:1، يعني منتج قابل للتنفيذ. بس مش بس قسم التصميم الداخلي والاساس، احنا عندنا كمان قسم علوم الاساس، ده بيتخصص اكتر في دراسه الاساس، بيبقى بنسبه 80% علوم الاساس فقط. قدرنا ندخل المصانع، قدرنا نخلي الطالب يقتحم سوق بقى المصانع سواء تصميم او تنفيذ، ودي كانت مرحله مهمه جدا لان الطالب لازم يشوف بعينه الحاجه وهي بتتنفذ عشان يبقى ليه علاقه بالخامات وبالماتيريال، وكل ما بتظهر تقنيه جديده يقدر الطالب ان هو يبدع عليها تصميمات جديده، فده يبقى في مصلحه المستخدم. في علوم الاساس كل سنه بندي ماده تدريب، الدكاتره بيدرسوا للطلبه كونسبت او مشكله معينه، نطلع في النتاج بتاعها في الاخر بوحدات اساس. وحدات الاساس دي اهم حاجه انها تكون قابله للتنفيذ، اهم حاجه انها تكون خاماتها محليه. انا في سنه ثالثه بدي تدريب بيعتمد على اني اوظف الحرف اليدويه والتراث، اعاده احياء الحرف اليدويه. نستخدم بقى الحرف اليدويه زي الصدف، زي الخياميه، النحاس، الخزف، كل الماتيريالز الحرف اليدويه دي احنا بناخدها وندخلها كعناصر تصميميه في وحدات الاثاث بتاعتنا. زي مثلا هنا في الكونسول بتاعنا ده، هنا الطراز الاسلامي طبقناه باسلوب حديث مودرن. تقدر ده زي كونسول تحس ان انا عايزه احطها في متحف او انا احطها في قصر حاجه كبيره، لا دلوقتي احنا بناخد روح الطراز وبنطبقها على الاثاث الحديث بتاعنا بحيث انه ينتج لي وحدات قابله ان كل البيوت تستخدمها، مش بس فئه معينه من الناس. بنعمل ملتقى توظيف للطلاب بحيث ان هم يجي لهم الشركات وتقدر الشركات تتبنى افكارهم ومشاريعهم. كمان عندنا بنعمل معارض كل سنه في قاعة المعارض عندنا في الكلية لإنتاج الطلبة، بتبقى فرصة كبيرة جدا إن كل الطلبة تعرض شغلها والطلبة الجداد يتفرجوا على الشغل بيستفيدوا منه، وأصحاب الشركات والمصانع ييجوا، وممكن في ناس بتيجي تشتري المنتجات. فاحنا بنخلي الطالب يعتمد على نفسه، يصمم ويبيع وهو لسه طالب.